ودي النتيجة، وده الصوت اللي بتسمعوه طبعا، وده الخوف والرعب اللي موجود جواه. تمام. لكن انا اوريكم في خلال 4 ايام بس، دي النتيجة بعد 4 ايام بس تدريب. طبعا نتيجة الضرة ديت ان هي تبقى 4 ايام في الوقت دوت كده، طبعا بتبقى صعبة شوية، وخصوصا ان الضرة شرسة جدا. بس سبحان الله، الحمد لله ربنا وفقني. تمام. وفي خلال 4 ايام بس، كل يوم مش اقل من نص ساعة. اكتر حاجة كانت نص ساعة و5 دقايق، ساعة الا ربع، اكون مع الضرة بس. وبص النتيجة، يعني لو جيت حسبتهم في ال4 ايام ما كملتش 4 ساعات. ودي النتيجة اللي انا الصراحة مبسوط بيها جدا. تمام. وفرحان بيها ان شاء الله بإذن الله. وان شاء الله بإذن الله هننزل نجيب ضرة تاني، وهندربها برضه تاني، وان شاء الله المرة الجاية هيكون ضرة اكبر من كده سنا شوية، وهنشوف شراستها عاملة مع ايه معانا، ونشوف النتيجة. تابعونا مع محمود الوحش الباجي الانجليزي، وهنشوف اخر تدريبات الضرة هتوصلنا لفين. طبعا واضح من مسكته ان هو تأكيل يدوي، لكن هو مش تأكيل يدوي ولا حاجة. هو كان جاي شرس جدا، والذكر ده ان شاء الله هيطلع ذكر بإذن الله. صيد، مش فرخ مصري او فرخ محلي. تمام. دوت جاي صيد، والحمد لله قدرنا نعمل فيه زي ما انتوا شايفين كده. ودي كانت النتيجة بعد 4 ايام، اللي هي لا تتجاوز ال4 ساعات. ادعوا لنا بالبركة، وان شاء الله مع فرد ضرة جديد وتدريب جديد. السلام عليكم.